السلام عليكم. اكلتنا النهارده اكله شعبيه حلوه جدا، كلنا اكيد بنحبها، وهي الكبده برده. ازاي نعملها في البيت وتكون ما تكونش فيها زفاره وتكون احلى من المحلات؟ هنجيب كبده كندوز وتكون شرايح، هننزل عليها بعصير ليمون، كمان خل، هننزل عليها بمعلقه صغيره من الكزبره الناعمه، معلقه صغيره من الكمون برضو الناعم، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه ملح. بس كده. هننزل عليها كمان بحوالي معلقه كبيره من الثوم، ومعلقه كبيره من الفلفل الاخضر، الفلفل الرومي المطحون. هنقلبهم كويس جدا. هي كده كده هتنزل الزفاره منها او الدم اللي احنا مش عايزينه. لما الكبده ما بتتغسلش يا جماعه. بعد كده هنحطها في التلاجة لمده 10 دقايق عشان تنزل العصاره بتاعتها. هنجيب طبق هننزل عليه بكوبايه ونص من الدقيق، ونص كوبايه من الرده. هننزل عليها بالتوابل، ملح، وكمان كزبره ناعمه، وكمان كمون ناعم. بعد كده هننزل بالشريحه شريحه. اهم حاجه واحنا بننزلها في الدقيق نضغط عليها كويس جدا علشان تتشبع بالدقيق وبالرده. بس كده. هنخلص الكمية بتاعتنا كلها، ولو مش حابين اللي احنا نعملها في نفس الوقت نسيبها في التلاجة. واهم حاجة لما نخلص الكمية نفردها في طبق او في فويل، وندخلها التلاجة لحد ما تتعمل، لان الكبدة دي ما بتتاكلش الا لما تكون سخنة. بعد كده هننزلها في طاسة ويكون الزيت سخن، وما نوطيش النار لازم تكون عالية علشان هي ما بتاخدش حوالي 3 دقايق. وبعد كده هنقلبها على الجهة التانية برضو 3 دقايق. هنخلص الكمية، هنعمل معاها بتنجان مقلي طبعا من محبب لينا، وهنعمل كمان معاها طحينة وسلطة خضراء. واشوفكم على خير في وصفة تانية.